1947 في حي هادي من لوس أنجلوس، خرجت سيدة تتمشى، فلفت نظرها منظر غريب في أرض فاضية. جسم أبيض مقطوع نصين من غير ولا نقطة دم. في الأول افتكرت إن ممكن تكون دمية أو ملكان. كانت الجثة نظيفة بشكل غريب، كأنها اتحطت هناك بعناية. الشرطة لما وصلت كانت الصدمة أكبر. الجثة مقطوعة بشكل جراحي، يعني اللي عمل كده يقدر يستخدم المشرط الطبي أو إنه يقطع الجرح بطريقة احترافية، مرمية من غير أي أثر دم. كأن اللي عمل كده كان دكتور أو حد فاهم في التشريح. وكانت الضحية بنت صغيرة عندها 22 سنة، اسمها إليزابيث شورت. اتشهرت بعد كده باسم الزهرة السوداء. مين كانت إليزابيث؟ إليزابيث شورت اتولدت سنة 1924 في بوسطن في ولاية ماساتشوستس. والدها سابهم وهم صغيرين وده أثر عليها جدا. أمها ربتها لوحدها في ظروف صعبة، وإليزابيث كانت بتحلم تبقى ممثلة، وده خلاها تسيب بيتها وتسافر كاليفورنيا عشان تدور على فرصة. لكن هوليوود ما كانتش رحيمة. اضطرت تشتغل نادلة وتعيش عند أصحاب ومعارف وتنتقل من مكان للتاني. كانت جميلة جدا وبتحب تلبس أسود، وعشان كده الصحافة سمتها الزهرة السوداء. في آخر لحظات، آخر حد كان شافها كان شاب اسمه روبرت مانلي. قال إنها كانت بتدور على شغل وسكن، ووصلها للفندق وبعدين سابها. الشرطة ما قدرتش تثبت إنها خرجت من هناك. بعدها اختفت 6 أيام لحد ما تلاقت الجثة. هحكي لكم تفاصيل الجريمة وشكل الجثة اللي لقوها عليه عشان تقدروا تتخيلوا معايا. تفاصيل الجريمة: الجثة كانت مقطوعة نصين من عند الخصر بطريقة دقيقة جدا جدا. الجرح كانت نظيفة جدا، ووشها كان عليه شبه ابتسامة مقطوعة. مفيش نقطة دم في مكان ولا أي علامة مقاومة، كأن القاتل قتلها في مكان تاني وغسل الجثة ونقلها بعناية. بعد فترة من اكتشاف الجثة وصلت رسالة لجريدة محلية استلمت طرد فيها حاجات إليزابيث، زي شهادة ميلادها، دفاتر عناوين، صور شخصية، كلها مغسولة بالبنزين عشان ما يسيبش بصمات، وكأن القاتل كان وقتها بيتحدى الشرطة. وقتها الشرطة لمت المشتبهين فيهم، ومن التحقيقات حققوا مع أكتر من 150 مشتبه. كان من أبرزهم مين؟ الدكتور جورج هوديل. مين هو الدكتور جورج؟ جورج كان جراح مشهور في لوس أنجلوس. مهارته الجراحية خلت الشرطة تشك فيه. ابنه ستيف بعد كده نشر كتاب بعد سنين وقال إن أبوه هو القاتل، واستند لتسجيلات فيها أبوه بيقول حتى لو قتلت الزهرة السوداء مش هتعرفوا تثبتوها. والمشتبه التاني كان ليزلي ديلون، كاتب غامض، والشرطة استجوبته لكنه نفى وبرضه مفيش أي أدلة كافية عليه. والمشتبه التالت مارك هانسن، ملك مسرح، وكان يعرف إليزابيث. اتواجد دفاتر معاه لكنه نفى أي علاقة بيها. والمشتبه الرابع كان أورسون ويلز، المخرج المعروف، واتقال عليه ساعتها شائعات كتير بس برضه ما كانش فيه دليل. كل اللي الشرطة وصلت ليه كانت إشارات، مفيش أي أدلة. القضية فضلت مفتوحة والقاتل الحقيقي عمره ما اتعرف. قضية الزهرة السوداء بقت واحدة من أكتر الجرائم شهرة وغموض في تاريخ أمريكا، ومع إنها من أكتر القضايا اللي اتعمل عنها أفلام وكتب، لكن لحد النهاردة لسه محدش يعرف مين اللي قتل إليزابيث شورت. ومين عارف، يمكن القاتل كان دايما حوالينا، ويمكن القضية كانت أكبر من مجرد جريمة.